بيبدأ مسلسلنا بالبطلة بتاعتنا سونج وهي واقفة في البار وشايفة حبيبها بيخونها ومجمع شلة بنات حواليه، وراحت جارية عند صاحبتها نينج وقعدت تشكيلها همها وتعيط وتشرب. قالت لها نينج فكك منه، انتي تستاهلي واحد احسن من ده، ومش ده اللي تعملي كده علشانه، وبكرة ربنا هيعوضك بواحد احسن منه. قالت سونج انتي طيبة قوي. قالت لها وبعدين نروح بعيد ليه؟ اخويا جاي اصلا عشان يقابلك وتقعدوا مع بعض. قالت لها سونج اخوكي شياو؟ قالت لها لا التاني شياو صعب قوي وشديد وهيكون خنق. قامت سونج حضناها وشافت نينج اخوها شياو داخل عليها. قالت لها يا نهار اسود، ده شياو هنا، لو شافني هيعلقني. وخدت حاجتها وطلعت تجري وسابت سونج وهي شاربه ومش شايفه قدامها. وراح شياو لسونج وسونج كانت نايمه خالص وفضل باصص لها. ورجع فلاش باك لما كانت قاعده مع اخته في بيته وراحت تديله الشورت بتاعه وكانت مكسوفه جدا وهو كان باصص لها بصه اعجاب. وبنرجع للحاضر وهو بيشيلها وبيمشي، وجه اخوه التاني اللي اسمه هونج ودور على سونج ما لقاهاش واستغرب. وهنا شياو خد سونج وطلعوا الاوضه وقربوا من بعض، وقالت له سونج انها ما عندهاش بيت تقعد فيه وطلبت منه يتجوزها. قال لها شياو متاكده؟ قالت له اه. وتاني يوم راحت وجابت شهاده جوازه ووصف لها المكان اللي هتقعد فيه وخد منها الشهاده وقال لها خليها معايا. وسونج واقفه وبتقول لنفسها معقول اتجوزت بالطريقه دي؟ انا اكيد بحث. وجات نينج وقالت لها انت فين يا بنتي؟ اخويا جه امبارح وما لقاكيش. ولقت شياو اخوها راح يركب عربيته وقالت ايه ده شكله مش غريب. وطبعا هي ما تعرفش انه اخوه. وسونج قالت لها انا كنت شاربه واتعرفت على واحد تاني خالص. قالت لها نينج لا تعالي نروح ناكل بقى تحكي لي على كل حاجه. وراحوا ياكلوا وحكت لها سونج كل حاجه وقالت لها انت هبله، انت رايحه تتجوزي اي حد يخرب بيتك، واخويا اللي كنت هتتجوزيه. قالت لها سونج اهدي بس. قالت لها نينج وريني الشهاده طيب. قالت لها هو خدها مني. قالت لها كمان لا ده انت هبله بقى. وبعت لها شياو، ولما شافت نينج صورته قالت لها دي زي صوره اخويا يا سوادي، واخده واحد شبهه، ربنا معاكي بقى. ولقت شياو بعت لها صور خواتم تختار واحد منهم. خدت نينج منها التليفون وبعتت له ريك انها عاوزه اكبر واغلى واحد. قالت لها سونج لا يا بنتي عيب كده. قالت لها لا خليه يدلعك. ورن شياو عليها فيديو كول وما كانش وشه باين وقال لها اختاري يلا انه واحد. ولما سمعت نينج صوته شبهت عليه واختارت سونج ولقت حبيبها جاي لها ودخل وقال لها انتي كنتي فين؟ انا ماليش دعوه بالبنات دي، هما اللي جولي. قالت له انا مالي، وبعدين احنا سيبنا بعض، ده جاي بتشرح لي ليه؟ قال لها تسيبيني انا يا يتيمه، ده انا هجيب لك بيت. طلع لها خاتم وقال لها شوفي من غيري هتكوني فقيره. زعقت له نينج بس سونج سكتتها وخدت الخاتم ورمته في الشوربه اللي على الترابيزه. ولسه هيزعق لها دخل الراجل بتاع شياو وادالها الخاتم اللي نقته وفتحت العلبه وكان شكله تحفه. وحبيبها اتعصب وقال لها يعني سبتيني ورحتي لواحد تاني، والله لا اموتك. قامت ضرباه بالخاتم ومعوراه وقالت له انا عاوزاك تقرب مني تاني هطلع عينك. وخدت نينج ومشي وراحوا بيت نينج، وكانت سونج فرحانه بالخاتم ونينج فرحانه معاه. وسالتها نينج هو اسم جوزك ايه؟ قالت لها والله يا بنتي معرفش. ورجعت فلاش باك لما كان مكتوب اسم عيلته على شهاده جوازهم. وبنرجع للحاضر وهي بتقول لها اسم عيلته جي. قالت لها بجد؟ وقالت لنفسها بس مفيش عيله اسمها كده غير عيلتنا. وقالت لها هو ده اخويا. ورجعت فلاش باك لما كانت عاوزه اخوها يجيب لها حاجه بس قال لها لا انتي بتصرفي كتير وهعاقبك وهتعملي لي 200 ضغط. وبنرجع للحاضر وبعدين قالت لنفسها لا اخويا شديد قوي ومالوش في الكلام ده، اكيد انا فاهمه غلط. وجت رساله لسونج انها اتقبلت في الشغل وفرحوا هما الاتنين وقعدوا يتنططوا. وقالت لها نينج مكان شغلك قريب من هنا، ابقى اوصلك بقى. وتاني يوم وصلتها لمكان شغلها اللي هو فوتوغراف. وراحت سونج صورت بنت اسمها لي وعجبها صورها قوي وقالت لها ابعتهم لي علشان هبعتهم لام واحد رايحه اقابله عشان تشوف شكلي وكده. قالت لها طيب. وروحت سونج ونينج وامها كانوا قاعدين وماسكين صور بنات عشان شياو يتجوز واحده منهم، وهما مش عارفين اصلا انه متجوز سونج ولا هي عارفه انه اخو نينج. وراحت وقالت لها ام شياو تعالي نقي واحده لابني. ووريتها صوره لين اللي كانت بتصورها وقالت لنفسها هي مش دي البنت اللي كنت بصورها؟ وقالت لهم اه حلوه قوي دي. قالت ام نينج ربنا يستر وما يقفلش البنت منه. قالت لها نينج وبصراحه ابنك يقفل بلد. وهنا كانت سونج قاعده في اوضتها وراحت لها نينج وقالت لها انا عاوزه اشوف جوزك بقى، خليه يبعت فيديو ليه. رجعت سونج فلاش باك لما كانت مقربه منه. وبنرجع للحاضر وخدت نينج منها التليفون وبعتت له ريك وقالت له حبيبي انت وحشتني ابعت لي فيديو اشوفك فيه. بعت لها شياو انه مشغول دلوقتي وهيبعته لها بالليل. وجت الشغاله وقالت لنينج تروح وتعمل العقاب اللي قال لها اخوها عليه عشان هتصورها وتبعتها له. قامت نينج وقعدت تصوت وتقول انت تستاهل تكون لوحدك طول حياتك ومشي. وكانت سونج واقفه بتقول لنفسها اخو نينج ده شديد قوي.
ولقت شياو بيتصل عليها وردت، وكان شكله حلو قوي وفاتح الجاكيت بتاعه. قالت له اقفل الجاكيت، ما ينفعش كده. قال لها لا خلاص بقى، ما احنا بقينا متجوزين. ودخلت نينجا عليها وسونج خبت التليفون وسالتها ايه بعتلك ولا لا. قالت لها بصي انا عاوزه انام دلوقتي، وطلعتها بره وكملت كلام مع شياو. وتاني يوم كان شياو جايب لها التورته اللي بتحبها، ورجع فلاش باك زمان لما كانت قاعده هي واخته ومبسوطه وهي بتاكلها. وبنرجع للحاضر وهو بيقول يا رب تنبسط. وكانت نينج وسونج واقفين، وقالت لها نينج اخويا عنده مؤتمر ولازم نروح ونشجعه، وكمان انتي تصوريه. وخدتها وطلعت من البيت. وكان شياو مروح بيته، بس هما طلعوا قبل ما يجي. ودخل ولقى امه ولين قاعدين. قالت له امه لين جبتها لك عشان تتعرف عليه. قال لها ماما انا متجوز. قالت له الله يخرب بيتك، ايه اللي بتعمله ده؟ ما تحرجش البنت. ولين شافت في ايديه التورته اللي جايبها لسونج، وقالت له انها بتحب التورته دي قوي وكانت هتاخدها منه، بس هو قال لها لا دي لمراتي واختي، وبعدين انا ماليش في شغل جواز الصالونات ده، وانا اتجوزت خلاص. قالت له لين طيب ومشي. وقالت له امه عاجبك كده؟ طلع لها التليفون وورى لها صورته هو وسونج. وقالت له امه مش دي سونج وانت بتشتغلني وعامل صورتكم جنب بعض؟ قال لها لا، لو مش مصدقه حتى اسمها سونج. وسأل على سونج. قالت له الشغاله انها راحت لاخوه المؤتمر بتاعه، اتعصب وراح له. وكانت هنا نينج وسونج واقفين قدام هونج والبنات بتشجعه. وقالت نينج لسونج خدي الهديه دي واطلعي اديها له وقولي له انه حلو كده، وزقتها. وراحت سونج وعملت كده، والبنات قعدت تقول له احضنيه احضنيه. وكانت هتحضنه جه شياو وبعدها، وقالت لنفسها اللي جاب جوزي هنا. ولما شافته نينج طلعت ترجع وقال له هونج اخويا اللي جابك هنا. استغربت سونج وقالت له اخوه، وطلب هونج من شياو انه ما يبوظوش المؤتمر. خد المايك وقال لهم انه اخوه وجاي يشجعه. قالت سونج لنفسها اخوها اللي كان بيدور على عروسه، يا لهوي. وطلعت تجري، بس الراجل بتاع شياو قال لها تروح عربيه شياو. وراحت وقالت لشياو انا ما كنتش اعرف انك بتدور على عروسه، لو كنت اعرف ما كنتش وافقت على جوازنا، وانا من رايي نسيب بعض. قال لها ما فيش الكلام ده، اللي هناك ده اخويا. قالت له دي حاجه انيل، معروفه عن اخو نينج انه شديد وكان بيعاقبها. قال لها لا. قالت له امشي انا بقى. مسكها وقال لها انه اتعصب كده عشان غار عليه، وطلب منها انه يروح البيت بتاعه. قالت له طيب. وكانوا في الطريق، وطلعت تليفونها عشان تصوره وعملت نفسها بتتصور، بس هو خد باله وقال لها الفلاش قايم. اتكسفت وقالت لنفسها انت دايما غبيه كده. وبعتت لها نينج انها شافت اخوها في المؤتمر عشان كده مشي. وشاف المسج. قالت له سونج لا مش عليك. قال لها هي مبالغه قوي. قالت له لا انا شفتها وهي بتعمل العقاب قدامي، ده شديد قوي. ووصلوا وطلعوا البيت وعمل لها الليمون اللي بتحبه. وقالت لنفسها هو ازاي عرف اني عاوزه اشرب ليمون دلوقتي؟ وقال لها شياو ان في كام حاجه عاوز يتفق معاها عليه. قالت له قول. قال لها تكوني قريبه مني ونخرج كل اسبوع سوا وننام في نفس السرير. قالت لنفسها نفس السرير؟ لا. وقالت له لا. وقعدوا يتكلموا. ودخلت الاوضه بتاعتها وبسها من راسها وطلع. واتصلت نينجا عليه وقالت لها ايه عامله ايه مع جوزك؟ قالت لها سونج انا نايمه في الاوضه بتاعتي لوحدي. قالت لها يبقى هيتجوز عليكي هبله. قالت لها سونج لا يا بنتي انا اللي طلبت الجواز منه. وقعدت تتكلم معاه. وتاني يوم راحت هي وشياو عشان تاخد حاجتها، يعتبر من بيته يعني. ومساعد شياو كان معاه وقال يا نهار اسود هندخل دلوقتي والعيله هتشوفهم وهيبقى يوم اسود. قالت له سونج بتقول حاجه؟ قال لها لا. ودخلوا وما لقوش العيله. وبعتت لها نينج انهم مشيوا عشان جدها تعبان. قالت لشياو معلش بقى هما مشيوا، هبقى اعرفك عليهم بعدين. وطلعت الشغاله ولسه هتسلم على شياو خدها مساعده وطلعه بره. وطلعت سونج تلم حاجتها. واتصل جد شياو وقال له طلبت مني اني اقول اني تعبان ليه؟ عشان تجيب صاحبتك البيت. قال له مش صاحبتي مراتي. ونزلت سونج وخدها ومشي. وكانت هنا سونج طالعه من شغلها وراح لها حبيبها القديم وطلب منها انها ترجع له. قالت له ارجع لمين؟ انت هبل ولا ايه؟ وبعدين انت اللي خلتني استحمل بقى. قام شتمها وقل ادبه عليه. وكان شايفهم شياو وكان حبيبها هيمد ايده عليه، بس مسكه شياو وضرب واداله فلوس وقال له روح عالج نفسك بيه. وخدهم ومشي. وراحوا قعدوا في العربيه. وقالت له ده حبيبي وانفصلنا، ولو اللي حصل ضايقك ممكن ننفصل. قال لها لا وما تقوليش كده تاني، ولو جه جنبك تاني قولي له. قالت له طيب. وقالت لنفسها والله ده راجل كويس. ومشي. وراحوا بيتهم وعجبها قوي وخدها يوريها دولابها، بس لما شافته افتكر الدولاب ابوه وامه وزعل. وقال لها شياو لو مش عاجبك ممكن نغيره. قالت له عاجبني. وقالت لنفسها شكرا قوي ليك. وقعدوا يتعشوا ومساعده حط لهم الاكل وعجبها قوي. وقال لها شياو ان هو اللي طبخه، وقال مساعده انا اتعلم ويطلع عيني وفي الاخر يقول هو اللي عمله. وشياو ادى لسونج شنطه وقال لها دي الاسهم بتاعتي وكل املاكي خليهم معاكي والباسورد عيد ميلادي. قالت له لا، بس بعد كده وافق. وقالت له خلاص سيبهم معايا. وقامت وكانت هتقع بس شياو مسكها وكان هيقرب منها، بس نينج رنت وراحت تكلم. اتصل عليهم في البيت وقال لهم اشغلوا البوينت
دي بأي حاجة، مش عاوزها فاضية. وتاني يوم كان شياو قاعد في مكتبه وبيكلم سونج، ودخلت نينجا عليه وقالت له انت بتحبه ولا ايه؟ قال لها اسكتي وروحي رجعي الملفات اللي عليك. قالت له يا سوادي تاني كفاية كده. بصلها قامت واخدة بعضها وراحت ترجعهم تاني من سكات، وبعتت لها سونج جرافطة علشان تجيبها لشياو وتاخد رأيها يعني. قالت لها حلوة دي. وكان شياو قاعد والراجل بتاعه قال له الهدية دي من مراته، وفرح بيها قوي وسأل الراجل بتاعه دي معناها ايه الهدية دي؟ قال له انها بتحبك. وكان هنا روح ولبس الجرافطة وطلب من سونج تعملها له، وراحت تعملها له. قال لها تيجي نخرج يوم الجمعة؟ قالت له لا، ورايا طبيخ وغسيل وحاجات كتير قوي. قال لها طب اعملي حسابك هنتعشى بالليل. قالت له ماشي ومشي. وراح عند نينج وكانت بتكلم سونج وبتسخنها عليه. قال لها شياو خدي ودي الصندوق ده الشركة واهدي وبطلي تسخين صاحبتك على جوزها. قالت له حاضر. وروح وكانت سونج عامله له اكل وقالت له اقعد وكل يلا، وقالت له انها رايحه تتعشى مع نينج. قال لها طيب، وقعد ياكل وعجبه اكلها قوي وقال لها تسلم ايدك. وقامت عشان تروح لنينج وراحت وقعدت ياكل، وقعدت نينج تقول لها تتصرف ازاي مع جوزها. وقامت روحت وكان شياو بيعمل تمارين وراحت لها وكانت مهلوسه خالص ودخلت وراه شياو وتخيلته قطه وفضلت تجري وراه وحست انها مش كويسه وخدها المستشفى. وقال له الدكتور انها بتهلوس نتيجه تسمم من الاكل. وكانت هنا نينج مهلوسه برضه وماسكه اخوها هونج ومكتفاه وعماله تصور، وهو يا عيني كان عمال ينادي على حد يشيله من تحت ايديه. وفاقت سون وافتكرت الهبل اللي عملته وكانت مكسوفه من شياو. وقال لها بقيتي كويسه؟ قالت له هو انا زودتها؟ قال لها الصراحه وقعد يحكي لها على اللي عملته وقالت له انا اسفه والله. وكانت هنا سونج قاعده وجدتها اتصلت بيه وقالت لها ابن عمك هيتجوز ابقي تعالي واحضري فرحه. قالت لها طيب لو فضلت هاجي. وقفلت معاه وطلعت لقت شياو بره وكانت رايحه لنينج. قال لها مش هنفضل شويه مع بعض بقى؟ وقرب منها وهي بعدته وقالت له انها لازم تروح لنينج. قال لها طب خدي الهديه دي واديها لها، وجاب لها هديه هي كمان. وكانت انسياه ولبسه لها وتليفونها رن وردت وطلع عندها شغل. وقالت لشياو انها لازم تمشي وهو يدي الهديه لنينج. قال لها حاضر. وكان في مكتبه وجات نينج وقال لها الهديه دي من جوز صاحبتك. فرحت وشافت الجرافطه اللي لابسها وقالت له هي مش دي الجرافطه اللي جابتها سونج لجوزها؟ لا يكون انت. اكيد لا. هي بتعمل معاك ايه؟ قال لها بقول لك ايه، روحي شوفي شغلك وسيبي التليفون من ايدي. قالت له حاضر. وخدت بعضها وطلعت وبعدت لسونج قالت لها الجرافطه اللي جبتيها لجوزك مع اخويا هو خدها ازاي؟ وجه الراجل بتاع شياو وقال لها سيبي التليفون وانتي بتشتغلي، وخده منها ومشي. وقالت لنفسها يا رب صبرني على الحياه دي. وكان شياو طالع من مكتبه ولقى سونج مستنياه وقالت له نينجا قالت لي ان اخوها خد منها الجرافطه اللي اديتها له. قال لها هي لحقت تسخنك؟ قالت له لا بس انا مش بحب الحاجه اللي بجيبها لحد يلبسها. قال لها خلاص. وقلعها وحطها في جيبه وقال لها محدش هيجي جنبها تاني. قالت له ماشي. وسالها انتي مش كان عندك شغل؟ قالت له بس مش عارفه اتاخروا كده ليه، ولو اتاخروا عن كده هروح لجدتي البلد علشان احضر فرح ابن عم. قال لها خلاص هاجي معاكي. وكان الراجل التاني بتاعه مراقبه. قالت له سونج لا مش هينفع تيجي. وقالت لنفسها انا لو جدتي عرفت اني اتجوزت مش هترجع تاني هنا. ولقت شياو زعلان. قالت له خلاص ما تزعلش بقى هبقى اجيب لك هديه. قال لها طيب ماشي. وضحك وقال الراجل لنفسه ثبتتك بهديه يا هبل. وهنا كان شياو في مكتبه والراجل بتاعه جه واتكلم معاه في شغله وقال له ان الراجل اللي هيشتغل معاه عنده فرح ومش هيقابله دلوقتي. وقال له اسم البلد اللي فيها سونج. وساله شياو هو بنت اخته هتتجوز؟ قال له قال له طب يلا نروح. قال له طيب. وشاف على تليفونه انه سونج هناك وقال لنفسه هو مش رايح عشان شغل بقى. وراحوا سلموا على الراجل اللي هو عم سونج. وبص شياو لقى سونج واقفه وبتلعب مع بنت صغيره اسمها سيسي وكانت الكاميرا هتقع عليه. راحوا حماهم ووقعت عليه واستغربت سونج انه هنا وقالت له انت بتعمل ايه هنا؟ وراح عمها عشان يشوفها كويسه بس شياو بعدته عنها. وسونج قالت للراجل بتاع شياو هو ماله ايه اللي بيحصل؟ وعمها كان مستغرب وقالت لهم البنت الصغيره سيسي عمه ده هيتجوز سونج. قالت لها سونج بس يا حبيبتي. قال لها والله القصه اللي شفتها كان البطل انقذ البطل واتجوزه. قالت لها سونج يا بنتي بس بقى. وسالها عمها وانتوا تعرفوا بعض؟ قالت له لا طبعا. وعرفت شياو انه عمها. قال لها ده عمك؟ قالت له سلم شياو عليه وقال له عم سونج خلاص بات عندنا بقى. قال له شياو حاضر. ودخلوا البيت وقعد شياو وسيسي وقالت له انت مين وليه بتبصي لي كده؟ قال لها انت عاوزاني اجيب لك حلويات كتير؟ قالت له قال لها خلاص ناديني في سهري. قالت له اتفقنا. وجه سونج وخدته عشان توري له قط وطلعوا سوا وقال لها وحشتيني وقرب منها. وجت جدتها وسالت عليه قالت لها سيسي هي مع سهري فوق وطلعت علشان تشوفهم. وسمعوها لما دخلت الاوضه لقيتهم واقفين ورا. وقال لها شياو انا كنت عاوز اشرب عشان كده سونج جت معايا. قالت لهم ماشي بس ما تفضلوش مع بعض. قالت لها سونج حاضر وضحك. وتاني يوم كانت سونج قاعده مع جدتها وعمتها وبيقولوا لها انها تتجوز واحد عدل ومحترم. وجه شياو وجاب حلويات لسيسي وقالت له شكرا يا سهري. قالت لها جدتها اسمه عمي يا سيسي. كانت لسه هتقول
تقول لهم إن هو اللي قال لها، بس راحت سونج ولعبت معاها وقالت لها جدتها فكري في الكلام اللي قلناهولك ومشي. وكانت سونج قاعدة مع بتاع البدل عشان تعمل لشياو واحدة، بس ما كانتش عارفة مقاس البنطلون، وقال لها الراجل روحي واسأليه، وراحت وخدت منه شورت علشان تعمل عليه وكانت مكسوفة. وكان شياو قاعد مع عم سونج وجدتها، وجت سونج وقعدت معاه وقالت لها جدتها انها جايبه لها عريس. قالت لها سونج انا مش عاوزه اتجوز. وجت سيسي وقالت لشياو تيتا عاوزه اتجوز سونج. قال لها هي عارفه هتعمل ايه. وسونج قالت لجدتها انا ورايا شغل ولازم اسافر، ومشيت وروحت بيتها. والشياو روح وراها ولقاها جايباله هدايا كتير، وقعدت تفرجوا عليه وعجبهم قوي وشكرها وقال لها انه بيحبها قوي. وكان قاعد شياو في مكتبه مع شي اللي المفروض سونج تقابله ويشتغلوا، وقال له شي انه يخلص عشان وراه مشوار يعمله وخلصه. وكان شي قايم، بس الراجل بتاع شياو عطله وقال له ان هو عازمه على الاكل وخده ومشي. وكانت سونج قاعده مع نينج وقالت لها نينج ان جوزها لازم يخليها تقابل اهله وانها ما تبقاش هبله ويضحك عليها بكلمتين. قالت لها سونج حاضر هقول له. وروحت وقالت لشياو انها عايزه تقابل اهله. قال لها حاضر، بس للاسف هم مسافرين بره البلد ومش هيعرفوا يرجعوا دلوقتي. وكان هيقرب منها بس هي منعته ودخلت اوضتها واتصل على امه وقال لها سافروا بره البلد وغيروا جو شويه. وكانت سونج واقفه وبتعدل الورد وشافت على تليفون شياو ان اهله بعتله ان هم هيسافروا دلوقتي، ووقعت الفازه منها وطلعت تجري. وكان الراجل التاني بتاع شياو واقف وعرف انها شافت المسج وقال انه لازم يقول لشياو. وراحت سونج عند نينج وحكت لها، وكان هونج قاعد والشغاله كمان والراجل التاني معاهم. وقالت لها نينج ان هو مخبي حاجه عشان كده خلى اهله يسافروا. وسالتهم كلهم قالوا لها وكانت هتسال ابوها وامها بس افتكرت ان هما سافروا الصبح. وقالت لها انت لازم تطلقي منه وتتجوزي اخوها التاني. بس الراجل واخوها قالوا لها لا. قامت نينج كرشاهم بره وقالت لسونج انا هروح بكره المحكمه وارفع قضيه طلاق. وسالتها هو انت بتحبيه؟ ما ردتش عليه. ولقت شياو بيرن عليه، ردت عليه وقالت له انها مش راجعه البيت وقفلت معاه. وحضنتها سونج وقالت لها ما تزعليش، وقامت وسابتها. وشافت سونج القطه بتاعته وراحت وراها ودخلت القطه اوضه شياو. ودخلت سونج وراها والقطه وقعت الصوره اللي على الترابيزه. ولما شالت سونج الصوره لقت صور ولقت صوره شياو مع عيلته. وجت نينج وسالتها هو ده اخوك كبير؟ قالت لها واتصدمت وقالت لنفسها يبقى هو اخوه. وقالت لها تعالي معايا البيت. وكان شياو قاعد ودخل عليه نينج وسونج، واول ما شافها اتوتر وكان بيقشر تفاحه قام حاططها في بقها علشان ما تتكلمش. وقالت له سونج اول مره تتقابلوا وعرفتهم على بعض. وقالت لنينج ان هو جوزها وكانت مصدومه. وقالت لهم مبسوطين انكم اتقابلتوا؟ قالت لها نينج وسابتهم ودخل. وقال شياو لنينج ما تقوليش حاجه. وجت سونج وقعدت تاكل شياو البرتقال اللي هو مش بيحبه. وقالت لهم نينج طب اسيبكم انا بقى. وطلعت جري وطلعت سونج وراها وقالت لها نينج يخرب بيته انا ما توقعتش انه يكون جوزك. قالت لها انا عارفه ان هو، بس هو ما يعرفش ان اعرف. اتفرجي عليا بقى هعمل ايه، والله لا اجننه. وراحت له وكان معاها بدلتين وقال لها ايه ده؟ قالت له هديه. قال لها والله شكرا. قالت له لا مش ليك، لا اخوك بقى عشان لو اتطلقنا ولا حاجه اتجوزه. شدها وقعدت تغيظه بالكلام، بس هو قرب عليها وقال لها ما تقوليش كده تاني. وخد البدلتين وقال لها دول بتوعي ومشي. واتصلت سونج على نينج وقالت لها حفلة هونج بكره صح؟ قالت لها ليه؟ قالت لها هنروح ونشجعه. وكان هونج واقف وقالت له مساعدته ان شياو سأل على مكان حفلته. قال لها هي نينج واصحابها جايين؟ قالت له قال لها يبقى هو جاي عشان مراته. قالت له هو متجوز؟ قال لها يا بنتي. وكان شياو واقف قدام مكان حفلة اخوه وبعت له الراجل بتاعه انه شاكك ان سونج عرفت الحقيقة. وطلعت نينج وسونج وقعدوا يقولوا له ان اخوه كان قمر. ونينج سابت سونج ومشي وشد شياو سونج وقرب عليه وقال لها بقى هو عاجبك وانا لا؟ قالت له انا مش بحب الرجاله الحلوين بس بحبهم يلبسوا زي هونج. قال لها طيب يلا نروح. اتصل على الراجل بتاعه وقال له ان المواسير بتاعه الميه ضربت في البيت. قالت له سونج تعالى نروح بيتي. وخدته بيته وكانوا قاعدين بياكلوا ونينج معاهم. ودخل هونج وقعد معاهم وكان بيدي الاكل لسونج، بس شياو خده منه وقال له شكرا. قال له هونج بس ده مش ليك. قال له شياو طيب ريح نفسك بقى. وسأل هونج سونج هو انت ما سبتيش جوزك؟ قامت نينج ضرباه من تحت الترابيزه. وقالت له سونج لا ما سبتهوش. قال لها طب لما تسيبيه انا موجود. قالت لهم سونج انا شبعت وهطلع فوق. ونينج طلعت وراه وقال هونج لشياو انت ليه مش قايل لها الحقيقه؟ قال له انا هاخدها تقابل اهلي اخر الشهر. وقعدوا يتكلموا وكانت نينج بتتكلم مع سونج وبتقول لها انه مش هيوافق يطلقها. قالت لها ليه بقى؟ قالت لها عشان دي طبيعته مالوش في الهزار. وقالت لها نينج انها جنبها على طول وقامت تجيب حاجه يشربوها وخبط شياو عليها وقرب منها وهي بعدته لحد يشوفهم. وكان لابس اللبس اللي هي بتحبه وقربوا من بعض تاني. وتاني يوم كانت سونج بره وجه شي وقال لها اخيرا قابلتك.
وعرض عليها إنه يروح يتعشى معاه، بس جه شياو بالعربية ونادى عليه وراح له وركبوا ومشوا. وقال له شياو أنت بتعمل إيه؟ قال له دي واحدة بحبها وعاوزها تخرج معايا. قال له على فكرة دي مراتي. اتصدم شي وقال له مراتك؟ قال له مالكش دعوة بيها بقى. ونزل شي من العربية ورن على جدة سونج وحكى لها، ورنت على سونج وقالت لها إنها جاية تعالج رجليها عندهم في البلد. قالت لها سونج طيب، ولقت شياو واقف لها وجايب لها ورد وقال لها إنه جهز لجدته كل حاجة. وجت جدتها وقالت لسونج أنت مش مصاحبة؟ قالت لها لا يا تيتا أكيد. وسألت شياو الخاتم اللي في إيدك ده أنت متجوز؟ أكيد مراتك هتتضايق لو عرفت إنك معانا. قال لها لا طبعا. ودخلت نينج وقعدت معاه، وطلعت سونج بره هي وشياو، وقعدت جدتها تتكلم مع نينج إن هي لقت عريس حلو لسونج وإنها ترجعها معاها البلد. قالت لها نينج طب هي موافقة؟ قالت لها هتوافق، هي بتسمع كلامي. ودخل شياو وشكرته عشان ساعدها. وجت سونج وقالت لها جدتها إنها تسيب شغلها وترجع معاها. قالت لها نينج لا هي مشغولة قوي. وقالت لسونج وشياو روحوا شغلكم وانا هقعد معاه ومشي. وهنا كانت سونج وشياو راكبين العربية، وحس شياو انها متضايقة، طمنها انه معاه وقال لها ان هي لو رجعت البلد هيكون معاه وحضنته. وكانت سونج قاعدة مع جدتها، ودخل شي وقعد معاه وقالت لها تحط له كوباية مية. وراحت وقالت لها ان هم هيتجوزوا. اتوترت وكانت هتوقع المية، قام شي ماسك ايديها وجه شياو وشافه واتضايق ومشي. وطلعت سونج وراه واما قرب عليه وجه شي وقال لهم بقى كده. قال له شياو ابعد عنها. وجت نينج وقالت له ابعد عنها احسن لك. وطلعت جدتهم ولقيت سونج واقفه مع شياو. قالت لها ايه ده؟ حكت لها سونج على كل حاجه. اتعفرتت جدتها عليها وقالت لها اتطلقي منه. قالت لها لا دي حقيقتي وانا حر وهاجي اوصلك المطار بكره. قالت لها جدتها لا انا هروح لوحدي ومشي. وهنا كان عمها واقف وسالته سونج انا عملت حاجه غلط؟ قال لها لا دي حياتي. وبعدين شياو راجل كويس وخلي بالك من نفسك. وخد جدتها ومشي. وقال شياو لسونج خلصنا واخيرا هتكوني مراتي قدام الناس كلها، وانا عارف انك عارفه الحقيقه بس عادي وهنعيش احلى حياه مع بعض. وقال لها بحبك وقرب عليها. وبكده يكون خلص ملخصنا النهارده. لو عجبكم اكتبوا لنا في الكومنتات. لو عايزين ملخص معين او مسلسل معين اكتبوا لنا برضه في الكومنتات. متنسوش اللايك والشير والاشتراك، واشوفكم في ملخص جديد ومسلسل جديد. باي باي يا حلوين.